أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة خاصة تقدمها القنوات الرياضية السعودية مع الرئيس الهلالي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي معه حقق الهلال العديد من الأمجاد والبطولات. معه أصبح الرئيس الهلالي، وهو دائما كذلك مطلب ضروري وملح لكل جهة إعلامية بمختلف ألوانها وأنواعها. سمو الأمير، يعني أشكر لك دائما تجاوبك الدائم مع القنوات الرياضية، أشكر لك شكر خاص تجاوبك الدائم معي بشكل مستمر بشكل خاص. الحديث في البداية بشكل مباشر، الهلال بدأ بصورة خلنا نقول تصاعدية جميلة ملفتة للأنظار، حتى أن الناس كلها صورت أنه سامي الجابر والفريق يعني ماشيين بطريق ممتاز. حدث خسارة من الغريم التقليدي في مباراة الديربي أمام النصر، أيضا نستطيع أن نقول خسارة بالتعادل أمام فريق الشعلة. شو اللي حدث للهلال؟ هل هو البداية كانت حماسية، كان هناك نوع من الجانب يعني خلنا نقول الروح الحماس، وبعد كذا الأمور الفنية يعني الهلال فيها لم يكن بالشكل المطلوب؟ أول شيء أرحب فيك أخوي ماجد وفي القناة الرياضية وبالأخوة المشاهدين عبر القناة الرياضية ومن خلالك، ويسعدني أن أكون موجود معك في هاللقاء، أني أحمل لك الكثير من التقدير والمحبة. فيما يتعلق بالهلال، أنا ما أشوف الوضع كارثي، يعني أحيانا يهيأ لي أو يصور لي لما أشوف بعض الآراء كأنه الهلال مثلا في المركز الثامن أو السابع، وأنه ما عنده أي أدوات للرجوع للمنافسة، وأنه الدوري بقي عليه 4 أو 5 جولات. نعم. لنأخذ مسيرة الهلال هذه السنة من بداية الموسم. من بداية الموسم احنا عدينا العدة الحقيقة بشكل جيد للموسم هذا، ابتداء من الموسم اللي فات بعدة تعاقدات مهمة للفريق. جميل. وبتأمين دكة البدلاء بلاعبين يعني مستوياتهم توازي في يعني مستويات متقاربة. عندنا دكة بدلاء ممتازة. جميل. عندنا ثقة كبيرة في الكابتن سامي الجابر وفي أدائه التدريبي وفي طاقمه. جميل. عملنا فعلا كل يعني مع الكابتن سامي كل ما يعني يضمن لنا. عندنا هدف عام، هو انه دائما الهلال يكون قادر على المنافسة على اكبر قدر ممكن من البطولات، ودائما يكون منافس. جميل. وهذا امر يعني قدر الهلال، والهلالي ما يرضون دائما الا بالقمة. الجمهور الهلالي ولا يرضيهم المركز الثاني، دائما يبحثون عن الافضل، وهذا الشيء طبعا متعب لكل ادارة، ولكن هو شيء يجعلك دائما تعمل وفق هالاطار. اللي حصل السنة هذه أنا أقول يعني، أو إذا كان نتكلم عن الدوري لا زال باقي فيه جولتين على الدور الأول لما ينتهي، والدور الثاني كله. نعم. وأنا قلت معك في الرياضية، وقلت في لقاء معك في جريدة الرياضية تذكر ماجد. نعم. بعد المباراة، وقلتها قبل المباراة حتى في حسابي في تويتر، إنه أيا كانت نتيجة مباراة الهلال والنصر فلا زال الدوري طويلا والمنافسة مفتوحة على اللقب لأكثر من فريق، مو بس الهلال والنصر اللي هم في رأيي الأفضل في هذا الموسم إلى الآن، لك ما تدري وش بيصير بعدين. يعني إذا جينا إحنا، الهلال تعثر في إيش؟ الهلال تعثر في 3 أو يعني تعادلنا إحنا مع الأهلي في جدة ومع الشعلة، وانهزمنا من النصر ومن الرائد. هذا التعثرات اللي ضاع فيها نقط. نعم. تعادل الأهلي يعتبر بالنسبة لنا تعادل جيد، نقطة خارج أرضك مع غريم تقليدي ومع فريق قوي محترم زي الأهلي، هذه تعتبر نتيجة إيجابية، ما تعتبر نتيجة سلبية. نعم. هزيمة الرائد بكل المقاييس لم تكن هزيمة مستحقة، وكنا نستحق الفوز. أضعنا أكثر من 18 فرصة محققة، منها 5 في العارضة وفي القائم. فما كان في أي لوم ممكن يكون على الجهاز الفني أو على اللاعبين. لما تؤدي ويكون عندك كمية هائلة من الفرص وما يكون في توفيق، ما تقدر تلوم اللاعبين ولا الجهاز الفني. تيجي لمباراة الديربي الهلال والنصر، أي مباراة ديربي في أي وقت نتيجتها دائما متوقعة. يعني أقصد أي نتيجة كانت فهي نتيجة يعني منطقية. لو فاز الهلال فهو ليس شيء غريب، لو فاز النصر فهو ليس شيء غريب. كل النتائج فيها منطقية، لأنك أنت هذه أصلا ما تخضع
لمعايير المستوى بشكل عام، يعني زي ريال مدريد وبرشلونة، زي الأهلي والزمالك، مهما كانت مستوياتهم إلا أنه أي نتيجة متوقعة. فقبل المباراة احنا قلنا أنه النتيجة يعني الفرص متكافئة. النصر في هذيك المباراة كان أفضل، وإحنا كنا يعني كمجموعة كنا سيئين، وفاز النصر، وهي نتيجة يعني في نهاية الأمر تحدث. يعني حدث قبل السنة اللي كنا فيه أخذنا فيها الدوري مع جيرتس قبل 4 سنين، إن إحنا هزمنا من النصر في الدور الأول في مباراة في العصر، أذكرها هزمنا 2-1 وأخذنا الدوري. يعني في نهاية الأمر ما هي يعني أقصد الديربي ما هو بشيء غريب إنه النصر يفوز أو الهلال يفوز. الإخفاق الوحيد اللي أنا أعتبره إخفاق، أو يعني اللي أعتبره ما كان مفرح بالنسبة لنا، أو كان يعني يشكل شيء مزعج، مباراة الشعلة، اللي هي انك تتعادل مع فريق، مع احترامي للشعلة، متذيل للترتيب. كان المفروض انك انت يكون عندك الامكانيات بشكل اكبر انك يعني تخرج 3 نقاط من هذه المباراة، بالرغم من انه سامي الجابر في ذيك المباراة فعل كل شيء. يعني حدث هدفين ورا بعض للشعلة، هدف منهم من خطأ واضح دفاعي، جميل. وعمل سامي كل التغييرات الممكنة للعودة للمباراة ولم يوفق. نلعب على باب واحد تقريبا، جميل. والشعلة لعب وفق إمكانياته ومعاه حق طبعا، واستطاع أن ينتزع نقطة ثمينة من الهلال. كل هالكلام هذه تفاصيل، ولكن أنا اللي أقصده أن إحنا يعني الخلاصة بالنسبة اللي بقوله للجمهور الهلالي، إحنا عندنا كل الثقة في سامي الجابر كمدرب. وإحنا لما يعني اتخذنا قرار الإدارة وأعضاء الشرف الداعمين بتعيين سامي الجابر كمدرب، ما أخذنا قرار هذا عبثا أو اعتباطا، أخذناه وإحنا عندنا كل النية وكل العزيمة على أن احنا نقف معه ونساعده. نعم. وأن احنا نلبي له كل رغباته وأن نكمل ثقتنا فيه، لأنه في نهاية الأمر يعني أنا أشوف سامي يؤدي عمل ممتاز. أنا من زمان ما شفت الهلال عنده القدرة الهائلة هذه في صناعة الفرص والوصول للمرمى. جميل. هذا ما كان موجود. جميل. طيب أمير، على جزئية سامي الجابر المدرب، سامي الجابر النجم، سامي الجابر مدير عام الكرة معك، كويس، اللي في المرحلة نفسها قدمت نجاحات كبيرة. حتوقف كثير في العديد من الأسئلة بصراحة لأنه الموضوع يستحق. خليني أقول بصراحة، أنت قبل شوي تقول سامي الجابر تقديمه كمدرب هو قرار مجلس إدارة وأعضاء شرف مؤثرين. نعم. داعمين. أبرجع وأسأل سؤال مختصر: من صاحب القرار الأول والأخير في إسناد المهمة لسامي؟ ومن هو أو من هو اللي يقدر يقول سامي منحناك فرصة، وإن شاء الله أنا شخصيا ما أتمنى، لأنه أتمنى لأي مدرب وطني النجاح، سامي منحناك فرصة لم تكن تستحق هذه الفرصة، مع السلامة. هذا الكلام أنا ما أشوف أن احنا المفروض أن احنا نتناقش فيه. أوكي. أقول لك ليش. أنا أرجع أقول، لو سمعت كلامي ماجد قبل شوي، أقول سامي الجابر عمل شغل في الفريق من بداية الإعداد وهو يشتغل على الفريق. في نهاية الأمر يعني أنا أقول ما في عمل لا يخلو من أخطاء. يعني الحين مثلا في ناس أنا أعتقد في لعيبة يعني ربما بعض اللعيبة الأجانب يعني خذلوا سامي الجابر، أو مثلا ما قدموا المستوى اللي هو كان متأمل منه لما جلبهم. هؤلاء بحكم الخبرة الحين اللي تشكلت لدى الواحد 6 سنين في الوسط الرياضي. نعم. وسامي أكثر واحد يعلم الكلام هذا. أنت أحيانا يجيب لاعب أجنبي بناء على CV معين وبناء على قناعة معينة، وما يوفق عندك، يا أما ما يتأقلم، يا أما يأخذ فترة طويلة للتأقلم. في لعيبة عندنا ما برزوا إلا في الدور الثاني. صحيح. أو في نهاية الدور الأول. صحيح. منهم على سبيل المثال تياغو نيفز لما جاء أول مرة، والهمسون إن كانك تتذكر. صحيح. وفي لعيبة طول الموسم يعني تكون عندها CV ممتاز. يوسف العربي لما جبناه 3 هداف أو 2 هداف الدوري الفرنسي، جاء ما قدم المأمول منه وفق المبلغ الكبير اللي جبناه فيه. شوف وش قاعد يسوي في غرناطة الحين في الدوري الأسباني. صحيح. فهي أنت في نهاية الأمر يعني ما هو كل شيء تبغاه يجي زي ما أنت تبغى. أكيد. هذا شيء. الشيء الثاني، في أخطاء سامي يشتغل عليها. يعني أنا ضد الناس اللي تحمل، الناس يتكلمون عن الأخطاء، في أخطاء دفاعية. للأمانة يعني أنا لما جيت وأسأل وسألت الجهاز الفني وأسأل اللاعبين نفسهم، في أخطاء سامي يعني يشتغل عليها في التمرين ويحذر منها وتحدث. هذا يعني سوء طالع أو عدم توفيق. وفي نفس الوقت كمان أنت العمل لا يتوقف. يعني في نهاية الأمر احنا كإدارة وسامي الجابر عازمين على أنه في الفترة الثانية أي أمور تجعل الفريق أقوى وتجعل الأخطاء أقل سنتداركها، سواء من تعاقدات جميل
أو من أمور فنية يجب أن يقوم فيها سامي الجابر. جزئية أنه الشخصية اللي تقول سامي تفضل هذا نادي الهلال دربه، أو تقول له مع السلامة، هو عبد الرحمن بن مساعد فقط؟ لا، في نهاية الأمر شوف أنا بقول لك على شيء، يعني هذا الكلام سابق لأوان، وأرجع أقول ليش. لأنه إحنا ما إحنا في وضع كارثي، ما إحنا في وضع يعني في نهاية الأمر إحنا جبنا مدربين وأعطيناهم الثقة وصبرنا عليهم، من باب أولى نصبر على سامي. مو بنصبر على سامي، اللي يسمع يقول لا، حتى كلمة نصبر على سامي غلط. سامي ما هو قاعد يسوي مثلا، يعني ما إحنا في وضع كارثي. أرجع أقول حلو. إحنا قدمنا، أرجع أقول أبغى أنبه على النقطة ماجد، قدمنا مستويات في مستويات متميزة جدا. من زمان ما شفت الهلال عنده القدرة على صناعة الكمية الهائلة من الفرص اللي ممكن تسجل من خلالها. تحس إنه الهلال في أي لحظة إذا كان في نص مستوى في أي لحظة قادر على التسجيل. في مشكلة عندنا أحيانا في الدفاع بالتأكيد، لما تشوف معدل تسجيل الأهداف فينا عندنا مشكلة في وضعنا الدفاعي. هذا الأمر بعد نقاشي مع سامي الجابر يوم جيت، وأكثر من مرة ناقشته، الجهاز الفني قاعد يشتغل عليه فنيا داخل الملعب، وفي نفس الوقت كمان احنا كإدارة سنتدارك الوضع مع الجهاز الفني في إضافة بعض الأسماء اللي قد تضيف، يعني تعمل إضافة في هالوضع، وفي نفس الوقت كمان في تغيير بعض الأسماء أيضا. فيعني الأمور تحت السيطرة، وإحنا مقتنعين جدا بما يقدمه سامي الجابر، وعندنا كل الثقة فيه. جميل. حد حيقول لي في أخطاء، كل يخطئ أكيد. يعني في نهاية الأمر سامي الجابر ما يتحمل لما مهاجم مثلا تجي له فرصة أمام المرمى ويضيعها مثلا، أو مدافع مثلا من غير ما يقصد بالتأكيد يسلم كرة سهلة للمهاجم المنافس ويسجلها. هذه أمور يعني تحدث في كرة القدم. فأنا أقول للجمهور الهلالي أقدر عاطفتهم وأقدر حماسهم وأقدر خوفهم على فريقهم، ولكن اللي أبغى أكد أن احنا راضين عن فريقنا، وعندنا ثقة بإمكانيات لاعبينا، وقبلها بإمكانيات الجهاز الفني، وبطموح سامي الجابر وبإمكانياته وبقدرته على الاستفادة والتعلم من الأخطاء. جميل. طيب أبو فيصل، لو جالك واحد وقال لك أنت جبت سامي الجابر بعد ما اعتزل مباشرة كمدير عام فريق، ليش ما جبته على طول وحطيته مدرب؟ لا، لأنه أول شيء أنا يعني شوف سامي الجابر لما كان لابد انه يعني ما كان في بالي انه ممكن يصير مدرب اصلا انا. بس سامي الجابر يعني اصبح عنده طموح لهالشيء من 2 أو من 3، وعمل دورات تدريبيه، وراح اشتغل على نفسه برا، واصبح عنده هالطموح. وكانت وجهة النظر على فكرة، والكلام هذا انا قد قلته اكثر من مرة، ما بكون مكرر يعني، او قد قيل يعني من انه الفكرة بدأت من انه اعضاء الشرف الداعمين، هذا ابن النادي، رجل طموح عنده شهادة تدريبية عالية، بالتأكيد ما عنده الخبرة الكافية كمدرب، ولكن ينبغي أن احنا نعطيه الثقة وندعمه. إذا ما بدأنا مع سامي الجابر من الآن وإحنا اللي حطيناه الثقة، مين حيوقف معاه؟ أو يعني من يماثله في الأندية الأخرى؟ أنت لا، يعني واحد عنده الإمكانيات وعنده الخامة أنه يكون مدرب متميز جدا، لابد أن احنا ندعمه. نعم. وهو سامي عنده على فكرة عدة مزايا عشان الواحد يكون عنده فهم كبير في كرة القدم. صحيح. بغض النظر عن دراسته وشهادته، عنده رغبة دائمة في التعلم، طموح، محظوظ، الحظ مهم ترى، يسعى للنجاح، يعرف يشتغل تحت الضغط. على فكرة أنا لما يكون الفريق مهزوز أو لما يكون العمل فيه مشاكل، أحس أنه سامي الجابر يعطي كل ما عنده. حلو. أنا أقلق من سامي الجابر لما تكون الأمور كلها مستقرة. جميل. طيب أمير، بصراحة خلينا نتكلم يعني بشفافية، وأنا يعني أو الجمهور كله تعود منك الصراحة والشفافية. هل بالفعل الكلام اللي يدور خلينا نقول في المحيط الهلالي، في المعسكر الهلالي، بأنه الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز هو المتبني لفكرة وجود سامي على رأس الهرم في الجهاز الفني، لدعم سامي من جميع النواحي، حتى أنه في ناس صورت أنه يعني طبعا أكيد بمباركة منك وموافقة منك، ويعني أنك مبسوط أنه يعني سامي يمنح الفرصة هذه وهو يستحق. هل فعلا هذا هو الواقع الحقيقي؟ شوف، أنا بقول على شيء، في المشكلة اللي تواجهني في الإجابة على هالسؤال أنه في عندنا أعضاء شرف لا يرغبون بذكر أساميهم، والأمير أحمد من ضمنهم. والأمير أحمد من ضمنهم، وفي نفس الوقت كمان، بس خليني أنا أوضح صورة في غاية الأهمية.
القرار هذا دعمه أعضاء شرف مؤثرين، منهم الأمير أحمد بن سلطان، ومنهم أعضاء شرف أيضا مؤثرين بنفس تأثير الأمير أحمد بن سلطان. إحنا السنة هذه عشان الواحد يكون دقيق وأمين، أعضاء الشرف دعموا دعم غير مسبوق، ولكن يعني اللي لازم أوضح للجمهور أيضا، المصاريف السنة هذه أيضا مصاريف غير مسبوقة، يعني إحنا صرفنا مصاريف هائلة السنة هذه، فبالتالي مع دعم أعضاء الشرف الكرام اللي هو غير مسبوق السنة هذه، إلا لا زال عندنا مبالغ يعني لابد الإدارة تأمنها، ومبالغ كبيرة بنفس ما دفع أعضاء الشرف أو ربما أكثر. فبالتالي هو قرار جماعي، ما كان قرار بناء على أنه قرار ما في شك مثل ما قلت لك لاقى يعني دعم أعضاء مؤثرين وداعمين من أعضاء الشرف. طبعا في لا أخفيك أنه في ناس كان لهم تحفظات من أعضاء الشرف يعني، ولكن ميزة أعضاء شرف الهلال أنه لما يتخذ القرار الجميع يتحلق حوله على الأقل في الظاهر. من ضمن اللي كان لهم تحفظات الأمير بندر محمد، ما أبغى الأمير بندر محمد رئيس هيئة أعضاء الشرف، أنا أكن لهذا الرجل كل التقدير والاحترام على كل ما قدمه ويقدمه للهلال، ولا أستطيع أن أجيبك إجابة صريحة على هذا لأنه رئيس أعضاء الشرف، وأفضل أنك توجه له السؤال هذا للأمير بندر. بس أنا اللي أأكد عليه أنه الأمير بندر لما أصبح سامي الجابر مدربا كان كعادته داعما للفريق وحريص على نجاح سامي الجابر، وحريص على عمل كل ما يمكن أو يعني التصرف بأنه كأنه هو صاحب القرار، وهذا اللي تعودنا من الهلاليين. جميل. بختم في موضوع سامي بس في نفس الإطار حتى تكون الأسئلة مرتبة على الأقل بالنسبة لك حتى وأنت تجاوب أمير، اللي هو أنه سامي الجابر في نظر الإعلام وفي نظر الجمهور وفي نظر كل من يتابع كرة قدم أنه بدأ تنظيم يعني جدا ممتاز على كل المستويات بما فيها الجانب الإعلامي. حتى اللي يجي لنادي الهلال في وقت وجود سامي مدرب صحيح يمكن نتضايق شوي على اعتبار أنه في شدة في التعامل، أول يمكن كانت الأمور أكثر مساحة لكل من يعني يتعاطى مع الإعلام، لكن اللي أبغى أقوله في رأيك هل كان سامي بحاجة إلى لما كان فقط يظهر قبل المباراة في مؤتمر ويقول يا جماعة على أسئلة في محيط المباراة، بعد المباراة يقول يا جماعة، ولا زال ورجع لنفس العادة؟ هل أخطأ سامي حسب تقديرك في ظهوره في مع الزميل علي العلياني في هلا، وأنه فتح ملفات كان يجب أن لا تفتح؟ من حق سامي أن يتحدث في أي وقت يريد، هو شخص مسؤول عن قراراته يتحمل مسؤولية ما يقول، ولكن أنا وقلت الكلام بصراحة لسامي لو كنت مكانه ما كان عملت لقاء في ذلك الوقت، كنت أفضل تركه لنهاية الموسم. ليش؟ لأنه يعني كنت أرى أنه سامي كان يعمل عمل ممتاز، ما كان محتاج يفتح جبهات. طيب هذا الشيء الثاني اللي أبغى أكده أنه تبعات هذا اللقاء أو ما قد ينتج عنه من تبعات سيئة انتهى تماما، ما عاد له أي تبعات سيئة، انتهى بموقف سامي نفسه بتدخل الأمير بندر بن محمد اللي كان تدخل حكيم، وعادت الأمور كأن شيئا لم يكن. يعني هي كان ممكن تكون تبعاتها سيئة، ولكن الحمد لله رب العالمين رجالات الهلال حاصروا هذه التبعات وكأن شيئا لم يكن. طيب أمير، هل حقيقي أنك يعني خلني أقول سلمت الخيط والمخيط فيما يخص فريق كرة القدم من كل التنظيمات على أعلى مستوى بما فيها التنظيم الإعلامي لسامي الجابر وقلت يا جماعة لا أحد يتدخل فيه؟ شوف هذا يعني أنا الكلام هذا مو صحيح. يعني هو أول شيء طبعا أنا سلمت كل الصلاحيات فيما يتعلق في كرة القدم صحيح، بس إنه يعني أنا في تصريح قلته للاعبين، أنت قلته مع جيرتس وقلته مع كذا مدرب فيما يتعلق بفريق كرة القدم هذا الرئيس، بس هذا لا يعني أنه سامي الجابر رئيس النادي. يعني سامي الجابر في نهاية الأمر في أمور إدارية، في أمور مالية، في أمور يعني لا يمكن أن تستقيم الأمور إلا يعني بعمل إداري، ولا هو وظيفة سامي الجابر أنه يكون مركز في العمل الإداري ولا هو واجبه، ولكن كل ما يتعلق بالمستطيل الأخضر من اللاعبين، من تأمين متطلباته الفنية، من الأمور المادية تأمينها قدر الاستطاعة، عدم التأخر في المستحقات والمكافآت، محاولة تأمين المبالغ اللي يعملون سواء من لاعبين من
هذه كلها شغل إدارة. فبالتالي سامي الجابر بالتأكيد يعني أنا حرصت أول ما عينا سامي الجابر وأول ما وقعت معه أنا قعدت شهرين ما سافرت على فكرة إلين ما أنهيت الاستعدادات حقت الموسم مثل ما كان سامي يرغب. وكان يعني كنت حريص على أني ما أتدخل أبدا، ما أتدخل، وكنت يعني كنت أبدي رأيي. يعني كان لي بعض الآراء في اختيارات سامي اتضح صحة موقف سامي فيها. مثل ايش؟ ما ابغى اتكلم. اوكي. يعني عشان يعني اتضح انه سامي مع احد، يعني كان لي طبعا مو هو بدور انك انت تنفذ كل ما يرغب المدرب من غير ما تقول رايك. يعني في نهايه الامر واحد عنده خبره وعنده راي سواء هو او اعضاء الشرف. وفي بعض الاراء كان ربما اكون انا كنت فيها محق. يعني اللي انا اقصده انه الجو تصرفنا بشكل الحقيقه احترافي، ولا ابغى امدح شغلنا. اعطينا سامي الجابر كل الصلاحيه، جلبنا له كل اللعيبه اللي هو يبغاهم بالاسم، أمنا كل ما نستطيع تأمينه بمساعدة ودعم أعضاء الشرف، وفي نفس الوقت كمان أعطيناه الفرصة أنه هو يتصرف وفق ما يريحه. طبعا سامي كان له بعض الأشياء اللي في إطار الملعب ولكن خارج الملعب، اللي هي ربما مش التنظيمات الإعلامية. يعني في عندنا مركز إعلامي كفو، أنا أثق بعبد الكريم الجاسر، ولكن سامي له مثلا كان لو تلاحظ مكان قاعدة الإداريين وين صارت في الملعب، تقليل التعاطي الإعلامي من اللاعبين مع الإعلام، يعني ما عندهم بنفس هذا ربما يضايق. ترى شبه انقطعت. هذا شيء لابد ان احنا نحترم. يعني انا حتى اقول لك على شيء، يعني سامي الجابر مثلا حتى لا يرتاح، عشان اكون يعني عشان من الاشياء اللي الجمهور ما يعرفها، ما يرتاح لما يكون في احد من الاداره على الدكه. يعني هذا يعني مثلا هذه من ضمن الاشياء اللي فاحنا كنا حريصين على تهيئ جميع الاجواء له للنجاح. وفي نفس الوقت كمان يعني هو للامانه العمل اللي عمله في المعسكر والتجهيز اللي كان يجهزه والشغل اللي كان يعمله هذا اعطانا ثقه اكبر فيه، ولا زالت ثقتنا فيه كبيره. وفي نفس الوقت كمان اللي ابغى اقوله أن المستقبل أفضل إن شاء الله، لأنه إحنا في يعني الفترة القادمة هذه عندنا بعض الأخطاء اللي سامي بنفسه هو اللي أشار لها، لابد أن إحنا نتداركها. اللي أنا أبغى أقوله ثقتنا كبيرة في سامي الجابر، ولا حد يحاول أنه يهز هالثقة. إذا كان سامي الجابر، إذا كان إحنا قد أعطينا مدربين سابقين الثقة وصبرنا عليهم، فينبغي أن تكون الثقة مضاعفة في سامي الجابر ونصبر عليه. وكلمة نصبر عليه لا تعني أن الفريق وضعه سيء. صحيح. يعني بالعكس انا شايف، ارجع اقول لك في مزايا ما شفتها في الهلال من زمان، ان احنا عندنا مصادر خطوره دائمه في اي لحظه الفريق ممكن يسجل. صحيح. بس ابو فيصل لما يجيك لاعب يعني مثلا مشخص ولابس وده انه يطلع له صوره في جريده، صوره في قناته وهو نازل من سيارته مثلا، هذه حسب المعلومات اللي عندي انها اصبحت ممنوعه. اللاعب وده برضو انه يتعاطى مثلا مع القنوات الفضائيه قبل مباراه بعد مباراه، بعيدا عن مثلا نقل التلفزيون لما يكون في قبل تمرين يكون في ساعات. الان كل الانديه تقول لك مثلا قبل التمرين بنص ساعه ربع ساعه في اللاعبين تعال يعني سوي لقاءات، خذ اللي تبيه مع اللاعب اللي يوافق. الان هذه ممنوعه. والناحيه الاهم انا والله ما ادري هي ممنوعه ولا لا. طيب. ترى ما عندي تاكيد الكلام حسب كلام الزملاء اللي ممنوعه. طيب والناحيه الاهم بصراحه انا اتذكر بانه قبل وجود سامي كمدرب مثلا عبد الكريم الجاسر كعضو مجلس اداره وايضا مدير المركز الاعلامي كان عنده مساحه واضحه في التعاطي مع الاعلام، كان حتى يعني تحس انه يتصرف في الجانب الاعلامي داخل نادي الهلال. بعد وجود سامي ما عاد صارت. هذه الامانه ما لها علاقه، هذه سياسه مجلس الاداره بغض النظر عن سامي. احنا انا طلبت من جميع اخواني في اعضاء مجلس الاداره تقليل الظهور الاعلامي الا عند الضروره. يعني ما ابغى يعني نبغى نركز على عمل اكثر من ان احنا يعني نكون كثير الظهور في الاعلام بمناسبه او من غير مناسبه. وهذا ربما شيء ملحوظ، يعني سواء على مستوى رئيس النادي او حتى على مستوى مثل ما تفضلت انت. واضح انه في يعني هذه سياسه مجلس الاداره السنه هذه، ان احنا نركز في العمل ولا يعني نكون موجودين في الاعلام بقدر كبير الا عندما تستدعي الضروره. ينطبق هذا الموضوع على ابو علي حسن الناقور، على هو توجيه عام لجميع اعضاء مجلس الاداره.
يعني وبما فيهم اول ما بدا في الامر ترى على فكره رئيس النادي نفسه. ما اعتقد انك يعني ان انا مثلا يعني اعتقد هذا من اللقاءات النادره اللي عملتها الموسم. جميل. طيب امير، يعني اذا اخذنا زاويه انك انت مثلا او في ناس خليني اقول بعد مباراه النصر انتقدت غياب الامير عبد الرحمن بن مساعد عن رئاسة النادي في مرحلة معينة، ووضحت أنه الله يعطيك الصحة والعافية وما تشوف شر إن شاء الله، أنك في مرحلة كنت فيها في علاج. لكن كان في بعض الناس صوروها بطريقة، يعني برضو أنت دائما تستخدم كلمة كوارثية، في بعض الناس صوروها بطريقة كوارثية، وفي المقابل في ناس تقول والله لما تجي تمثل تقول لك في أوروبا ما ندري من هو رئيس النادي. أنت اليوم مقتنع بأن غيابك يعني تسبب في تقصيرك في حق النادي، ولا مقتنع أنه الأمور كانت تمشي بشكل إيجابي وأنه هذه الناس يعني أنت غير مكترث وغير ملتفت لكل ما رددوه؟ أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، من نهاية الموسم اللي فات، يعني أنا الموسم اللي فات أساسا كله من بدايته إلى نهايته كنت دائم التواجد مع الفريق باستثناء أسبوع واحد في نص الموسم. نعم. دائم التواجد مع الفريق كنت إلين نهاية الموسم. وبعد نهاية الموسم حتى إجازة ما أخذت، يعني قعدت سنة ما أخذت إجازة أبدا، ما أخذت إجازة. نعم. بعد نهاية الموسم مرورا بالتعاقد مع سامي كنت موجود في المملكة العربية السعودية في جدة، وكان معي حتى الأمير أحمد بن سلطان الله يعطيه العافية لمتابعة كل ما يتعلق بتحضير الفريق للموسم هذا من ناحية التعاقدات، من ناحية كل شيء، كل التفاصيل. غطينا كل التفاصيل، وجاء رمضان وأنا في حراك دائم وفي شغل في هالأمر، وانتهى رمضان. بعد رمضان ب10 أيام أو 15 يوم سافرت في إجازة بعد ما أنهيت كل طلبات الجهاز الفني بحذافيرها. سافرت 5 أيام ورجعت بعد 5 أيام من السفر لوفاة والدي الله يغفر له ويرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. وجلست بعدين فترة العزاء، وبعد العزاء فترة، وسافرت مرة أخرى، وحصلت لي بعض المشاكل في الظهر وفي القدم استدعت العلاج. الكلام اللي الكل عارفه اللي قلته ما ابغى اكرره مره ثانيه. ما حصل يعني انا اكثر من ذلك ماذا يمكن ان افعل؟ يعني جلست سنه كامله والصيف كامل كله وجهز الفريق. لم يكن هناك فراغ اداري، كان في الامير نواف بن سعد قبل ما يستقيل موجود. صحيح. بعد ما الامير نواف سافر للظروف، الله يشفي بنته ان شاء الله ويعافي عياله وجميع مرضى المسلمين، بعد ما استقال الامير نواف اللي كانت استقالته خساره كبيره، محمد الحميداني وسامي ابو خضير كانوا قائمين بالعمل على اكمل وجه. بعدين تم تعيين بعد استقاله نواف محمد الحميداني نائب للرئيس، وكان قائم بالاعمال، يعني كان قائم باعمال الرئيس، فما كان في فراغ. وانا قد قلتها من اول الموسم ماجد انه انتم السنه هذه ربما ما تشوفوني بشكل دائم يعني انا ما اشوف انه يفرق يعني حضور الرئيس للمباريات يعني وعلى الدكه يفرق في انه الفريق يعني ودي اسوي كذا، بس على فكره يعني هذا حتى بالتنسيق مع الجهاز الفني. يعني انا لو حضرت ربما ححضر في المنصه، ما احضر في الدكه، بتنسيق مع الجهاز الفني. فهذا اللي اقصد انه انا يعني اكثر من كذا ما استطيع ان افعل. وبالرغم من ذلك الظروف الصحيه القاهره هي اللي منعتني من التواجد في الفتره الاخيره مع النادي. جميل. طيب في واحد ممكن يسال سؤال طبيعي جدا، يقول لك ليش محمد الحميداني نائب الرئيس على اعتبار انه يعني ما كان موجود في مجلس الاداره سابق؟ فيه يعني سامي من اول ما بديت انت علاقتك في النادي وهو موجود في المجلس، عندك مثلا حسن الناقور، عندك المليحي، يعني في اسماء كثيره موجوده من قبل. مع كل التقدير والحب والاحترام حتى لا تفهم بطريقه خاطئه للاستاذ محمد، ممكن يجي واحد يقول لك اشمعنى؟ هل لقيتوا فيه المواصفات اللي تعوض غياب نواف بن سعد فعلا؟ نواف بن سعد طبعا خساره كبيره مثل ما قلت، يعني لا يشغل مكان نواف الا نواف، ولكن محمد الحميداني
الاختيار هذا ما تم عشوائيا، تم باتفاق أعضاء الشرف الداعمين والإمكانيات اللي يملكها الأستاذ محمد. كل اللي قلتهم ذكرت أسمائهم من أعضاء مجلس الإدارة كفوا، ولو انحطوا في المكان هذا هم جديرين بملئه. ولكن محمد الحميداني ارتؤي أنه جميع المواصفات المطلوبة لمنصب نائب الرئيس فيه. أول شيء عنده فكر متميز، عنده رغبة شديدة في العمل، داعم كبير للنادي ماديا، وخلنا نقولها بصراحة يعني يدعم بشكل كبير، يعني أزاح من كاهل الإدارة مبالغ كانت تدفعها، قللها بالتأكيد يعني. فبالتالي هذه أيضا ميزة مهمة جدا. رجل عقلاني، رجل عنده خبرة في مجال الاستثمار وفي المجال التجاري تجعلنا نستفيد منه في المرحلة المقبلة في زيادة مداخيل النادي. رجل علاقاته ممتازة مع الجميع، مع أعضاء الشرف المؤثرين، عاقل حصيف. فبالتالي كل هالمزايا رجحت اختيار الأستاذ محمد. جميل. طيب أبو فيصل، سامي الجابر في ظهوره الإعلامي أيضا في برنامج هلا يعني كأنه وجه رسالة أو قرأ المشهد في الهلال وكان يتمنى أنك أنت تمشي من النادي. أنا أخذها بسياق أنه هو قالها سامي من منطلق أنه يعني صديق لصديقه يخشى عليه من يعني تبعات إرهاق صاحب منصب رئيس الهلال، لأنه يعني مكان مرهق، لأنه في صرف مادي وفي أعصاب وفي ضغط. ولكن أنا يعني ما جلست إلا أنا عندي ما أقدمه، ولا أنا بالنسبة لي والله ودي أنفذ رغبة سامي اللي قالها من محبة وأفتك من أني أدفع لي مبلغ وقدره يعني ويدفعوا غيري يعني. طيب. ولكن أنا يعني عندي ما أقدمه، عندي طموح، وأهم شيء مثل ما قلت أنه الهلال يظل في المنافسة، وأنه نضمن مستقبل الهلال في السنوات القادمة. هذه من أهم الأشياء اللي أنا أبغى أعملها السنة هذه. جميل. ما يعني لا ننظر نظرة ضيقة، أنا مهم عندي أنه بالتعاون مع عديد من الأشخاص وعلى رأسهم الأمير عبد الله بن مساعد أنه السنوات القادمة للهلال تكون مريحة ماليا. جميل. طبعا أنت ما راح ترتاح ماليا، وأنت عندك مثلا خلني أقول مقبل على تجديد ياسر الشلهوب، عبد العزيز الدوسري، يمكن في غيرهم، بس هذولا نتكلم عنهم اليوم كرموز كروية موجودة في الفريق. كيف تقرأ أنك حتتعامل مع الظروف هذه، خاصة وأنه حتى وإن كان مثلا محمد الشلهوب يعني ما شاء الله كبير بسنه لكنه برضه كبير بعطاء. الأمر أنا أقول ياسر والشلهوب من رموز نادي الهلال، ولا أظن بأي حال من الأحوال أنه حيكون في مشاكل في التجديد معهم حتى لو دخلوا 6 شهور، لأنه هؤلاء يعني وضعهم مع الهلال غير، يعني أعتبرهم من رموز الهلال أصبحوا. جميل. بالتأكيد عبد العزيز الدوسري لاعب متمكن، وأنا أحبه جدا على المستوى الشخصي وحريص على التجديد معه، وسنبذل كل ما نستطيع في إطار ذلك. وصلتوا إلى اتفاق مع أحد منهم؟ الشلهوب وياسر أنا يعني وصلت لهم رسالة، ما حكيت معهم إلى الآن، إنه إحنا لن نختلف إن شاء الله. مثل ما قلت لك الشلهوب وياسر وضعهم مختلف، تطلعهم على جنب يعني. حلو. يعني ما أتوقع مثلا إنه مثلا الشلهوب يدخل 6 شهور مثلا ولاقي الشلهوب موقع مع نادي ثاني مثلا عشان يدخل فترة 6 شهور كما يحدث مع اللاعبين الآخرين يعني. ولا حتى ياسر ما يسويها؟ لا ما يسويها. ما يسويها إلا لو قال لنا يعني، إلا لو جاء قال لنا، بس لا ياسر ما يسويها. طيب. هذا مع إنه هذا ما له علاقة بالاحتراف يعني، الكلام اللي قاعد أقوله هذا برا الاحتراف، بس هذول اللاعبين يعني العلاقة الشخصية والعلاقة هم ماذا يعنون بالنسبة لنادي الهلال أمر مختلف يعني. جميل. عبد العزيز الدوسري لاعب كبير ينتظر مستقبل كبير إن شاء الله. ما استفدنا منه السنوات اللي فاتت بحكم الإصابة اللي كانت تجيله بسبب قبل ما يسوي العملية. الآن بعد ما سوى العملية السنة هذه ينتظر إن شاء الله مستقبل واعد، إن شاء الله يعوضنا ويعوض الكرة السعودية الفترات اللي حرمتنا من عطاء لاعب موهوب بسبب إصابة كانت تتكرر بسبب العملية اللي ما سواها يعني. الحين الأمور انتهت الحمد لله.
فحريصين على التجديد معه، وان شاء الله نوصل مع الاتفاق ان شاء الله. حسألك عن في غيره على فكره، في عبد الله الزوري كمان، وفي اكثر من لاعب يعني. طيب حسألك عن ياسر القحطاني 3 أسئلة بشكل يعني مباشر وسريع. ياسر القحطاني تعتقد انه يعني سلم الراية البيضاء ليكون لاعب احتياطي خلاص؟ يعني هذا الكلام مستحيل يكون صحيح. ياسر القحطاني عفوا، الكل يعرف من هو ياسر القحطاني، وياسر القحطاني وجوده في الفريق على فكرة يعني ما هو بس على فكرة أنا عندي أي لاعب في 18 ما هو احتياطي، ما أنظر لها كذا. أي لاعب ممكن يلعب حتى لو 10 دقائق ويعمل الفارق، هذا ما هو لاعب احتياطي. 18 زي بعض، لأنك أنت ما يمكن تلعب 18 لاعب، بس ال 18 لاعب تعني أنه الجميع مؤهل للمشاركة. ياسر القحطاني حتى برا الملعب يقوم بدور القائد، يعني يقوم بدور تحفيز زملائه، بث الروح فيهم، فبالتالي هو عنصر لا يعني من الصعب الاستغناء عنه. وياسر القحطاني عنده من الامكانيات ما يجعله انه قادر انه يكون اساسي. وعندنا الحمد لله رب العالمين 3 من احسن المهاجمين في المملكه، ناصر الشمراني وياسر القحطاني ويوسف السالم. نعم. طيب أثير قبل مباراتكم أمام الشعلة حتى أنه المدرج يتحرك كله قبل المباراة بصوت واحد ياسر ياسر، أثير حتى زملائنا المصورين ما هو بلا علي الطويرقي ولا عبد الله الحبيش أثاروا جانب بأنه ياسر قد يكون في الشباب في الفترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة. قطعيا هذا الموضوع ما هو صحيح مرة أبدا. طيب في النهاية يا أمير، ياسر بشر وسامي بشر، الناس كلها كانت يعني مطلعة على أنه الاثنين بينهم خلافات كويس في مراحل سابقة، لما سامي كان مدير فريق، وأنه ياسر لما راح الاحتراف في العين، وأمور كثيرة. أنا أعرف أنه سامي الجابر وياسر القحطاني أنهوا هذا الموضوع بجلسة ودية وهم كلهم كبار إن شاء الله، ونتمنى أن يكونوا كذلك على طول. بعد حوار سامي ظهر الأمير محمد بن فيصل وأكد أنه سامي الجابر هو من حرم مثلا ياسر القحطاني. أبو فيصل في النهاية أنت آدمي، يعني تخيل أنه لما يوصل إلى ذهنك أنه مدرب عندك سوى هذا الكلام، كيف يعني يقدر سامي ويقدر ياسر أنهم يتجاوزون مثل هذه المراحل؟ سأجيبك إجابة أكثر من شق. الشق الأول، سامي الجابر شخص له تاريخ هائل في نادي الهلال، أكيد خدم الهلال وقدم خدمات جديدة له لاعبا وإداريا، ويقدم الآن كمدير. صحيح. محمد بن فيصل رئيس غير اعتيادي للهلال، من أفضل الرؤساء اللي مروا على الهلال من ناحية تحقيق الإنجازات، وخدماته للهلال لا ينكرها إلا جاحد، سواء من عدد البطولات أو من ما قدموا للنادي. الأمير بندر بن محمد طبعا رئيس هيئة أعضاء الشرف ينطبق عليه نفس الكلام، رجل قدم الرئيس الذهبي للهلال ما شاء الله أكثر بطولات إلى الآن، قدم خدمات جديدة للهلال ورئيس أعضاء الشرف وكبير الهلاليين الآن، ولا زال يقدم كل ما يعني يفخر، ما يجعل المشجع الهلالي وأي أحد منتمي للكيان يفخر بالأمير بندر بن محمد. فبالتالي اللي حصل ابتداء من لقاء سامي الجابر مرورا بتعقيب الأمير محمد بن فيصل انتهاء بتدخل الأمير بندر بن محمد، كل ما حصل من بداية هذا الموضوع لنهايته يجعلني لا أحب أن أخوض في هذا الأمر، وأكتفي بما أخفض الأمير بندر لهذا الموضوع. جميل. الموضوع الثاني اللي أستطيع أن أؤكد لك إياه، أن العلاقة بين ياسر وسامي في أفضل حالاتها. جميل. ولم يؤثر ولن يكون هناك أي تأثير إن شاء الله في هالعلاقة. جميل. أثير موضوع أنه في أسماء في الفريق تخدم أساسية، أنه مثل ما صار لعبد الله السديري يعني احتياطي وفايز السبيعي أساسي، أنه هناك نية أنه قراءة للمشهد اللي كان أمام الشعلة، هناك قراءات من سامي بوضع لاعبين بعد لاعبين. ترى على فكرة ياسر السديري أبعد يعني لإبعاده عن الضغوط الآن، ولكن أنا ضد من يحمل السديري أو ينقص من السديري كقيمة وكحارس له إمكانيات هائلة. أراه من أفضل حراس المملكة، كان عمره صغير في السن ويحتاج مزيد من الخبرة، ولكن ما أستطيع أني أنا ألوم السديري، خصوصا في مباراة النصر. مباراة النصر سامي يقول، سامي نفسه يقول ما يمكن نلوم السديري، يقول إنه الفريق ما يعني اللاعبين ما كانوا في أسوأ حالاتهم،
ما طبقوا تعليمات المدرب، أكثر من 20 كورة أو 18 كورة يرجعونها العبد الله صديري تحت الضغط، فكانوا ضاغطين طول المباراة، فإلا ما يخطئ. فبالتالي لا يمكن أنك تحمل أخطاء فريق كامل لقلب دفاع أو لحارس مرمى، لأن الدفاع الآن في كرة القدم يبدأ من الأمام. المهاجمين لازم يضغطون على الخصم، المحاور لازم يكونوا مركزين، الأظهرة لازم يكونوا في قمة تركيزهم. بس لما تحط الحارس دائما تحت الضغط، لما ترجع له في مباراة واحدة 18 كورة وهو دائما تحت الضغط، أنت قاعد تضغط إلا ما يغلط. فأنا ضد من يحمل السديري، والمشكلة أنه أخطاء المدافعين والحراس دائما تحت المجهر. جميل. ولكن المهاجمين والوسط ما تبان أخطائهم بنفس القدر. جزئية أنه هل قد نرى في مباراة النهضة تغييرات لأسباب فنية، قناعة من الرجل؟ أكيد هذا أمر أنا ما أناقشه، يعني أنا طبعا سامي يناقشنا في الأمور ونسأله، وللأمانة أنا يعني أؤكد لك أنه قناعتنا في عمل سامي الجابر الفني كبيرة. قناعتنا أنه في بعض الأخطاء سامي الجابر نفسه يقول في بعض الأخطاء احنا نتداركها، ولكن الناس تقول مثلا أنه سامي الجابر لما يطلع يقول يدافع عن التنظيم الدفاعي. هل تتوقع من مدرب مثلا أنه يطلع مثلا يذكر أخطاء شخصية اللاعبينه؟ لا طبعا، أكيد لا بد يدافع عنهم ويحميهم، يعني لأنه في نهاية الأمر هو دور المدرب وواجبه. أكيد. ولكن هو يدرك أنه في مكان من خطأ وقاعد يشتغل عليها، وسنساعده بإذن الله على بكل ما نستطيع على أن احنا نتدارك هذه الأخطاء. جميل. كإدارة يعني. عبد الله الحبيش المصور كان يقول أنه تفاريز يعني غرد على حسابه الشخصي أنه في الفترة الانتقالات الشتوية قد يعود. فعلا هو من ضمن الخيارات؟ أؤكد أنه هذا غير صحيح. لا. غير صحيح. لا. وفق ما أعلم إلى الآن، لأنه لو كان صحيح مثلا لو كان سامي الجابر طلب مني أن احنا نجيب تفاريز، ما بس يعني ما أعتقد أنه هذا مطروح. أنا شايف سامي الجابر البارح كان عندي في البيت يعني. إلى أي مدى في نقاش بينك وبين سامي على عملية الاستفادة في فترة الانتقالات الشتوية من لاعبين جدد على الصعيد المحلي والأجنبي؟ اللي ما أبغى أتكلم في هالملف، ولكن شمس تطلع خبر يبان. قربت الفترة على فترة التسجيل على أنها يعني تستأنف. بالتأكيد في إضافات في الفريق. في إضافات بالتأكيد. أجانب ومحليين إن شاء الله. طيب، من ضمنهم لاعب الرائد الجبرين. ما أبغى أذكر اسماء. طيب تفاريز نفيته وهذا ما نفيته، معناته هل في من لا يعني الأشياء اللي نفيها لا يسبب أي يعني تعثر في خططنا يعني. التحفظ على الموضوع حتى لا يدخل أطراف في المفاوضات. لا، لأنه ما أستطيع أن أتكلم على شيء لم يتم. ومن الخطأ أنك أنت تقول إيه وبعدين الجمهور يكون عنده طموح أنه هذا الشيء موجود، أو يتعامل معاه على أنه أمر خلاص حاصل، وبعدين يكتشف أنه ما في شيء حصل. احنا اللي أؤكد للجمهور أن احنا سنسعى لتعزيز الفريق بكل ما يخدمنا في أهدافنا، في أنه الهلال يظل منافس، وأنه نعالج الأخطاء اللي عندنا. الأولويات بالنسبة لك أبو فيصل في المرحلة المقبلة من خلال فريق كرة القدم كيف تسميها؟ والله الأولويات مثل ما قلت لك، المنافسة بقوة على جميع البطولات. هذه الأولويات، وصناعة فريق قادر على المنافسة لسنوات، أنك أنت دائما تكون في الصورة، كل سنة تأخذ بطولات أو تنافس عليها منافسة شرسة. بس أنا أبغى أقول مثل ما نعمل الآخرين يعملون. يعني مثلا النصر السنة هذه عملوا عمل هائل للأمانة، وقاعدين يعني يجنون ثمار عملهم، ولكن لا زال الدوري طويل ولا زالت المنافسة طويلة، وفي نهاية الموسم يبان من الفريق اللي النتائج أنصفت عمله. أتمنى أنك ما تواخذني على السؤال، لكنه هو يعني قاعد يدور أيضا. يعني أنا حتى أصدقاء هلاليين في المحيط الهلالي أنه في ناس تصور مثلا أنه فيه مرحلة من المراحل مر فيها مثلا الكابتن خليل الزياني مدربا للفريق الهلالي، وأنه فعلا هناك لاعبين لهم قيمتهم ما كانوا يبغون أبو إبراهيم يستمر، فوصلت المرحلة إلى أنهم يعني شالوه أقالوه، يعني سميها بأي طريقة. يعني أنت كرجل أول في الهلال اليوم بأمانة أبو فيصل ما تخشى أن يكون يعني أو يوصل اللاعبين إلى مع سامي إلى حاجز من هذا النوع؟ وإن شاء الله ما يصير، بس أنت ما تخشى؟
هذا الأمر بعيد جدا، يعني بعيد جدا أن الواحد يفكر فيه. ما في مؤشرات عندي على الأرض بكل أمانة تعطي أن الواحد يعني أنه يكون قريب من هالتفكير، أو حتى بالعكس أنا أشوفه مرة بعيد، ولا هو في الأفق المنظور، ولا في أي شيء يوحي فيه إلى الآن للأمانة. طيب الأمير عبد الله هو مسؤول أول عن ملف الاستثمار في النادي، وهو رجل يعني بزنس مان أو رجل أعمال ناجح بدون أدنى شك. اليوم العقد مع الشريك الاستراتيجي يعني خلاص قربت النهاية. غيركم من الأندية الكبيرة ونقدر نسميهم الاتحاد، النصر، الأهلي، الشباب، كانوا يقولون على ما قال الرعاة على الباب، ما شفنا شيء. بعضهم يعني اضطر في النهاية أنه يملأ بأي شيء يعني أيا كان، وإن كنت أشيد في تجربة النصر مع جمعية إنسان في مباراة الهلال والنصر. لكن الكلام على أنه عندك ثقة تامة أنه أمورك المالية في نادي الهلال في حال عدم استمرار الشريك حيكون في رعاة ممتازين يعوضونك أكثر من ما يعطيك الشريك؟ ثقتي كبيرة جدا إن شاء الله. كيف يعني؟ صور لي جاهزين خالصين أنتم؟ إن شاء الله. يعني الأشهر القادمة ستنبئ إن شاء الله الجميع عن مستقبل الهلال المالي، اللي إن شاء الله أتمنى يكون ونسعى أنه يكون متميز، وما عندي خوف من الأمر بحيث الواحد الأحد. توصل أبو فيصل إلى مرحلة أنك قد لا تحتاج أنك تدفع من جيبك ولا حتى أعضاء الشرف؟ والله شوف، أنا قرأت تصريح لرئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبد الله البرقان اللي أنا أعزه وأجله. نعم. أنه هناك تفكير في أنه بشكل من الأشكال إلزام الأندية بألا تصرف أكثر مما تملك. جميل. وهذا أمر صراحة ينبغي، يعني هذا أمر يريحنا إحنا لو حصل، لأنه يعني اللي حاصل مثلا في الاتحاد الآن، ترى على فكرة كل أندياتنا معرضة لنفس الشيء في ظل الارتفاع الهائل في المصاريف، سواء في أسعار اللاعبين اللي أنا أشوفها صارت غير منطقية. وهذا كلام على فكرة ماجد أنا حذرت من سنتين وأنا قاعد أحكي فيه. جميل. وتتذكر هالكلام. انه احنا قاعدين نرفع الاسعار وما احنا قادرين نوفي فيها. صحيح. بدليل الازمات اللي احنا فيها. وعلى فكره الاتحاد لن يكون النادي الوحيد. في ناس في الطريق جايه، في طابور، الله يستر، طابور ممتد. والمشكله الانديه الكبيره عليها ضغط جماهيري، يعني انت مثلا عندك لعيبه تبغى تجدد معهم، فيجي نادي اخر ينافسك على لاعب معين يدفع له 10، يقول له 10 مليون في السنة عقد مثلا، يأمن له 4 مليون منها المقدم 5 مليون، وبعدين على ما قالوا في المصريين قابلني لو دفع له الباقي. بس هو أخذ اللاعب. في حقيقة الأمر الجميع منضر، أو الجميع متضرر في الأسلوب اللي قاعد يحصل هذا. اللعيبة نفسهم لا يحصلون إلا على مقدمات عقودهم ويتورطون في الباقي، لأن الأندية تصبح مكبلة بدون غير قادرة على الإفاء بالتزاماتها، والأندية الجماهيرية أيضا متورطة. والأندية مقبلة على فكرة، إذا استمر السيستم هذا الأندية كلها مقبلة على مرحلة الإفلاس. الله يستر. الإفلاس بمعنى كلمة الإفلاس. جميل. فأنا أقول إنه العقد القادم للهلال سيقلل من يعني يصير الواحد لما يترك النادي، رئيس النادي ما هو مضطر يضخ كل سنة مبالغ كبيرة عشان يقلص بين النفقات والإيرادات، حتصير أقل. بس برضو هذا أمر ينبغي أن يتخذ من فوق، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلزم الأندية بألا تنفق أكثر مما تملك. جميل. بشكل سريع، سددت الغرامة اللي عليك في لجنة الانضباط؟ والله عندنا مستحقات أكيد في اللي بياخذونها منها يعني. إيه. طيب أنا بسألك عنها برضو بشكل سريع عشان علي يقول ما عاد عندنا وقت. على جانب أنه أنا أعرف هذا الموضوع، يعني واحد كلمني قال لي ترى في غرامة على الأمير عبد الرحمن بن ساعد، وفيه غرامة على جمهور الأهلي وجمهور الاتحاد على مستوى الناشئين. بعدين بعدها بيوم قال لي أنه سووا هولد للقرار إلين يشوفون قرار لجنة الاستئناف وش يكون. إذا كان في مصلحتكم معناته بعدها سيصدرون العقوبة، إذا كان ضدكم معناته ما راح يصدرون العقوبة نهائيا. أنا متأكد من ذا الكلام اللي أقوله.
وحتى نشاط الرياضية كيف تعلق؟ يغنيني عن أي تعليق الكلام اللي قاعد تقول، يعني هذا الكلام أنا أنقله للناس وأقول لهم علقوا. طيب شكرا لك سمو. شكرا ما قصرت، طول عمرك. شكرا بالتأكيد للرئيس الهلالي الممتع دائما، بالتأكيد للأمير عبد الرحمن بن سعد. كانت هذه حلقة خاصة عبر قنواتكم الرياضية، تصبحون على ألف خير.